بعد وصول قوات سوريا الديمقراطية على مشارف نهر الفرات، باتت قرية الباكوز هدفا واضحا للقوات قسدة التي تقع في المثلث الفاصل بين الحدود العراقية السورية على ضفاف نهر الفرات الشرقي. ففي ظهر اليوم الأحد الموافق 13 من إيار بدأت قوات سوريا الديمقراطية حملة تحرير لقرية الباكوز من مرتزقة داعش وتنظيفها. وتحدث لنا القيادي أبو إبراهيم وهو ابن منطقة دير الزور عن أهمية موقع القرية الاستراتيجي. صار 12 يوم بالحملة تأمين الشريط الحدودي للمنطقة، وصلنا على الباغوز التحتاني لأخذ المنطقة هاي استراتيجية بيننا وبين العراق. وصلنا اليوم أخذنا التلال المحيطة بنا اللي تشرف على الباغوز الفوقاني. هاي أول مرحلة من العملية، تأمين الحدود وتنظيف المناطق من الألقام، والانطلاق بتحرير الباغوز الفوقاني والسوسة وهجين. يعني لحد الآن العقل ما يستوعب من القسوة اللي شافوها وقطع الروس وكذا في العالم. لحد الآن بلشت الحياة ترجع ساعتين ما شاء الله، يعني من بلشنا من جذع العقيدات إلى البحرة الحياة رجعت، والمحلات رجعت، والناس رجعت تمارس حياتها الطبيعية. مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية على أهبة الاستعداد لدخول القرية وتحريرها، فهؤلاء الشبان العرب المنتسبون لتحرير قراهم هم أكثر من عانوا من ويلات داعش، أما الآن باتت أوراق المعركة بأيديهم. خمسة 2018 حركة القائد العسكري بقيادة مخوخة. أما بالنسبة لشيرغو فعازم على تحريرها بعد طريق طويل قاده قواته في الصحراء. وكان كاود بين هبال أنكا أمترباسي كنت قوات أنكا دمتري كنت داين شماك تشيك دستيكن كان كنت دستيك كنا باقش كنا كنت داين ويرو ما كنت بقرن يرو ما بريار كرتيت بيا كنت بقرن كشهاوي بتشترزيبه هواجي جيش بجوش بهجان أنكا دمتري كنت داين كنت كنترول باكوز كنت باكوز أنكا هبال بيجوش بهجاني كنت باكوز أنكا دمتر داين باقش ديكن أم كنترول ديكن كنت بقرن. الباكوز وغيرها من القرى الحدودية لطالما كانت ملاذا لمرتزقة داعش، كما أنها حولتها لنقاط عملياته الإرهابية ما بين الشطر السوري والعراقي، وها أصبحت الجارتين القائم والباكوز في أيدي أبنائها.